ركزوا معايا في القصة القصيرة دي إن شاء الله هتعجبكم. بيقول لك إن كان في صياد إفريقي بيعشق العسل، بس المشكلة عنده ما بيقدرش يحدد مكان الخلايا فين. وجه في يوم وقام بتدريب طائر بيحب العسل هو كمان، وقدر يدربه على إنه يعرفه مكان الخلايا فين. ولما الصياد كان بيجمع أو بيحصل على العسل كان بيقسمه ما بينه وما بين الطائر، وفضلوا على الاتفاق أو العهد ده فترة. الطائر يدل الصياد على مكان العسل في مقابل حصة هياخدها منه. وبما إن العسل دخل في الموضوع فالأمور ما بينهم كانت ماشية سمنة على عسل، لحد ما جه الصياد في مرة وقام خان العهد ما بينه وما بين الطائر. باختصار كده إنه في اليوم المشؤوم دوت بعد ما عرف مكان الخلية رفض يدي الطائر حصته او نصيبه اللي متفقين عليه ما بينهم. يقوم بقى الطائر يعمل ايه؟ يحقد على الصياد ويشيل الموضوع ده في نفسه ويحط في دماغه ان هو لازم ينتقم منه. وقبل ما اقول لك هو انتقم منه ازاي، عايزك تعرف هو اصلا ازاي كان بيدله على مكان العسل. باختصار كده كان بيروح يقف فوق الشجره ويعمل صوت صفاره غريبه، ودي معناها ان هو بيقول للصياد كمل مشي ورايا، ويفضل يعمل الحركه دي او الصوت ده لحد اما يجي عند شجره معينه ويسكت خالص، ودي معناها ان الخليه موجوده في المكان ده. اما بالنسبه لطريقه الانتقام وعايزك تركز معايا فيها، جه الطائر في اليوم دوت ووصل عند شجره معينه وقام ساكت، ودي اشاره ان هو بيقول له الخليه موجوده هنا دلوقتي. والصياد اول ما دخل علشان ياخد العسل اتفاجئ ان هو قدام عرين الاسود. طبعا ما فيهاش كلام، كان اصبح وجبه ليهم، لكن قبل ما الاسود تاكله كان بص للطائر وفهم ان هو كان بيسلمه تسليم اهالي. واكيد نظره الطائر ليه كانت بتقول له ان دي تمن الخيانه. في النهايه لو عجبتك القصه ما تنساش اللايك وتشاركها مع اصحابك. اشترك في القناه لو عجبك المحتوى، وقول لي رايك في التعليقات. سلام.